يا مساء الاناناس. يا مساء الاناناس على احلى الناس. بكل الحب والاماني رجعنا لكم هنا تاني. اعزائي مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بالخير. وحشين يا ناس يا احلى من العسل. اولا ما تنسوش اشتراككم في قناتنا المتواضعه، وما تنسوش تفعلوا الجرس لمزيد من النجاح والاستمراريه. النهارده معانا مجموعه فيديوهات ناريه، مجموعه فيديوهات خرافيه، كوكتيل ميكس زبادي على موز على مانجا على جوافه على برتقال. ان شاء الله هتسعدكم لكل عشاق الكره المصريه، وخصوصا الاهلاويه والزملكاويه. تعالوا بينا نشوف الفيديوهات ونرجع لكم تاني. يلا بينا، يلا بينا ناس يا عسل يا احلى بالزبادي. اي والله العظيم. جو حر قوي قوي قوي، واحنا بنتعب عشان نوصل لكم اللقطات الجميله دي والله العظيم. ونرجو اشتراككم في القناه محبه في رسول الله. هذه الاصابه مزمنه ولا لا؟ انا هستاذنك، انا هوجه كلامي بشكل عام. النوع ده من الاصابات بيتم الشفاء منه بشكل كويس جدا، مش حاجه مزمنه ولا حاجه. دي اجابه عظيمه جدا جدا يا دكتور ابو العيله. انا بسال حضرتك، امام المفروض يبقى جاهز امتى؟ لائق امتى؟ هل هو يقدر؟ خلاص احنا عارفين انه امام خلاص قاب قوسين ان لم يكن خلاص خلص كل حاجه في الاهلي، وسيتم الاعلان رسمي. جمهور الاهلي هيبقى حابب ان هو يشوف امام في التدريبات امتى، يبقى علشان على الاقل يبقى فيه جزئيه تطمينيه لجمهور النادي الاهلي. امتى امام يكون موجود في ارض الملعب؟ مش هقدر اقول لك بصراحه ابراهيم بالظبط هيبقى موجود امتى. الموضوع بيختلف دلوقتي يوم يوم، احنا في مرحله التاهيل وده يوم. طب يعني مثلا في نص 8 مثلا يكون جاهز؟ لا انا يوم بيوم، مش يوم بيوم. يوم يعني ايه؟ مش فاهم معلش. يعني احنا دلوقتي بنراقب التطور بتاع الولد يوميا. احنا دلوقتي بنراقب التطور بتاع الولد يوميا، بنراقبه. طيب هو في مرحله كويسه؟ يعني اقصد راجع قريب؟ يعني هي دي هو ده السؤال اللي انا بساله، عشان بس يبقى في رساله تطمينيه للناس للجمهور حتى يبقى عارف. راجع قريب. راجع قريب. طبعا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، ويمكن انا اتكلمت فيها وفي كلام كتير جدا على الموضوع ده، بس انا بتكلم ككوره وكلاعب. لا امكانياته ما شاء الله، لعيب كويس جدا هيفيد النادي الاهلي. والدوشه اللي موجوده ده شيء طبيعي، لان هو كان في الزمالك وبعد كده سافر ورجع الاهلي، فلازم الكلام كتير والاقاويل كتيره جدا، يبقى في ناس بتتداول على الموضوع ده يعني. بس كلاعب هو اضافه للنادي الاهلي وهيضيف للنادي الاهلي، وهقولها تاني، عنده فرصه ان يصنع تاريخ لنفسه. تمام. خصوصا كمان ان الفتره دي النادي الاهلي في حاله جيده، حاله يعني مكسب دايما، وفي كله عايز يثبت وجوده، فهو داخل في منظومه هتنجحه، هتسانده، هتساعده. اللعيبه اللي موجوده لعيبه مميزه. يمكن النادي الاهلي في الفتره اللي هي قبل مباراه سان داونز كان في عنده بعض المشاكل. قدر ان هو يرجع تاني وينظم الصفوف بتاعته، وابتدى يتكاتف اللعيبه مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره مع الدعم الجماهيري. فهو صفقه امام صفقه جيده جدا هتضيف للنادي الاهلي. غلط في الكابتن الخطيب هيجيبه؟ فكر ولا ترد؟ لا ما انا بفكر اهو. فكر وما تبصش لشبانه. هو انا مالي فكر وما تبصش ما تبصلوش. هو لو غلط في صالح سليم يعني غلط في الخطيب؟ لا فهقول لك ايه، بلاش انا بسالك دلوقتي، غلط في الكابتن الخطيب. انا متربي في النادي الاهلي يا فندم، اسمعني بس دلوقتي الكوره يعني انت موافق بقى؟ موافق ان طبعا يجي، لان ده هيفيد النادي الاهلي. طب يا عم وانا قلت لك ما تروحش الاهلي فوق الجميع، حتى لو صالح عايز الله يرحمه كان هيقول لك اسمه كابتن صالح، ما اسموش كابتن صالح. رجع الكابتن ابراهيم سعيد قبل كده، وكان مشي من النادي وراح انجلترا دي حاجه قلت لك ما تبصش بس انا هقول لك على حاجه بس عشان بس انا بقول لك انا مؤيد ان امام يجي، لان هيفيدنا 6-7 سنين. امام عاشور بص، موضوع رمضان صبحي مختلف، اصل تعمل الكلام مقارنات. رمضان متربي على اسس وتقاليد معينه، امام لسه داخل النادي الاهلي. وبعدين يا سيدي ممكن اسال سؤال؟ الاهلي عاجبه الصفقه خلاص؟ لا ايوه يعني لا عجباه الصفقه حاجه ماشي يا فندم، بالهنا والشفا مع المستشار مرتضى منصور. يعني تفضل معاه هو وما تقولوش كلام مش صح بعد اذنكم. يعني مش حقيقه ان 60-70% من لعيبه الزمالك نفسهم يسيبوا الزمالك، واسال كل لعيبه الزمالك اللي موجوده. الحقيقه اللي ممكن البعض ما نقلهاش ليك يا استاذ عمرو وبعض الساده اللي بيرددوا الكلام ده، ان زيزو احسن لعيب في مصر زي ما قلت لكم، كان عنده ان هو ممكن يروح انديه منافسه، واختار ان هو يقعد في الزمالك، لان الزمالك نادي عظيم اي حد يتمنى يلعب فيه. محمد صبحي مش هروح بعيد، حارس المرمى النادي الاهلي كان هيموت عليه، والناس قالت خلاص صبحي في الاهلي، صح؟ واتشتم من جمهور الزمالك ماتش فاركو، وتفعيل بند الشراء من فاركو، فاكرين القصه دي صح؟
15 مليون جنيه وبتاع. صبحي اختار يلعب فين؟ صبحي حارس مرمى الزمالك اختار يلعب فين؟ اختار يلعب في الزمالك، لان الزمالك عظيم ونادي تاريخه كبير. راح الاهلي، قلنا مبروك للاهلي، لعيب كويس جدا وبتمنى له التوفيق. وموضوعنا موضوع الزمالك واضح وصريح من اول دقيقه. موضوع امام عاشور، الزمالك مش طرف في موضوع امام عاشور. كان المفروض يتحط في العقد نسبه من عقد البيع. ماشي، نقطه ممكن الكل يتكلم فيها، كل الناس تتكلم فيها. هل هي غلطه؟ ممكن تكون غلطه. لازم دايما في المواقف اللي زي دي تحاول ان انت تحط اعاده، لازم ان انت في التفاوض تحاول تحط اعاده البيع، بس ممكن يعني وتكون حاجه اساسيه. برضو لسه الكلام ده ايه، حاجات كتيره جدا بتحصل في الكوره، من حقك ان انت تتكلم عليها وتقول ان النقطه دي كانت المفروض تحصل. من حقك ان انت تقول كده. لكن امام عاشور مش في طرف. الناس محسساني ان النادي الاهلي دخل خد امام عاشور من جوه نادي الزمالك من ملعب الزمالك وخده ومشي. الزمالك جاب امام عاشور في صفقه انا بعتبرها صفقه عظيمه، باعوا باضعاف اللي باعوا ليه. ولما الولد فكر ان هو يرجع مصر، الزمالك قال له لو هترجع مصر هتقول ان انت مش هتلعب الا في الزمالك. السيد والكابتن عبد المنصف تلقوا رسائل يعني عن طريق التليفون رسمي تهديد ان هم لازم يمشوا من الزمالك، ولو قعدتوا هيحصل كذا وهيحصل كذا وما هنخش داخلين عليكم في مرحله الغضب وبتاع. الكلام ده ايه؟ كلام مبعوث من ناس يعني كتير بنفس الشكل. انا نفسي اول لما دخلت نادي الزمالك بعد تجربتي مع الاسماعيلي وابتديت ابقى انفولفد او ابقى مشترك في العمليه جوه نادي الزمالك وابتديت اطلع ودعم الزمالك مش اي شخص تاني، بدعم الزمالك، حصل معايا نفس الكلام. خلاصة القول وخلاصة الكلام، الفيديوهات بتنص على ان الزمالك والاخ ميدو بالذات حرقاهم قوي موضوع الاخ امام عاشور انه انتقل من الزمالك وراح الاهلي. الراجل مش مرتاح في الزمالك يا جدعان، الراجل هيلاقي نفسه في الاهلي. ليه يعني مش مبطلين نكش وعمالين تهرفوا الفاضي والمليان؟ كل واحد بيعمل على راحته. الله، لا اله الا الله. في مثل بيقول لك كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. لا اله الا الله. داعي الملك للمالك. تحياتي لحضراتكم وبشكركم لحسن السماع، وللمره الاخيره ما تنسوناش باشتراك ولايك وتفعلوا لنا الجرس. وتحياتي لحضراتكم، اشوفكم على خير يا ناس يا عسل، ليلتكم زي العسل والسلام ختام وليس ما بيننا ختام.